السلام عليكم حبيباتي، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه البنات، عندي هنايا الفقاس المحبوب الجماهير. عندي انا صراحه الله كان حماق عليه. اول حاجه غادي نبارطاجي معكم المقادير مع طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنايا 4 ديال البيضات مكمولين. كذلك عندي هنايا 1 كاس ديال السكر مع كاس ديال الزيت. وكنبدا نطرب هاد المقادير كامله مع بعضيات. وضيفت يا البنات 4 كاس ديال المزهر، واللي ما عندهاش متوفر مزهر بغات دير الحليب تعمل الحليب في بلاصتو، يعني كيبقى على حسب الذوق، اما مزهر واما الحليب. كتعملوا 4 كاس. ها هو الخليط ديالي من بعد ما خلطته. غادي عندي هنايا هاد الزرارع، هنايا عندي بالنسبه للوز قطعتوها نتوما كتشوفوا باش ما كيجيش داك المشكل ديال التفرتيت ديال الفقاس. عندي زنجلان وعندي حبه حلاوه، او اللي بغات تعمل النافع، يعني كيبقى داكشي اختياري ديالكم. بالنسبه لهاد الزرارع البنات كيبقى اختيار ديالكم. ها نتوما كتشوفوا كنبقاو نضيفوا شويه بشويه. بالنسبه للطحين كنبقى نضيفوا شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجين. وما تبخلوش عليا البنات بلايك والاشتراك في القناه. ومرحبا بالناس الجدادين اللي كيبارطاجيو واللي كيشجعوني واللي كيخليو دائما التعاليق. كملوا الفيديو البنات. هانتوما كتشوفوا كنبدا نخلط شويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه ديالي كامله. بالنسبه لهذا الفقاس صراحه البنات كيجي واعر واعر واعر، جربوه وردوا عليا الخبر، وساهل يعني ما فيش شي مقادير اللي هي بزاف. اللي متخوفه من الفقاس تجرب هاد الطريقه وترد عليا الخبر. هانتوما كتشوفوا البنات كنبقى نخلط شويه بشويه وكنزيد الطحين. ما نعملش الطحين البنات، كنوصيكم تعملوش الطحين دقه واحده باش هذا ما يقصح لكم شي العجين وتعملوا كتر. هانتوما كتشوفوا كيجي مع داك النكهه ديال المزهر. يا سلام يا البنات. كنبدا نضيف شويه بشويه حتى كتجمع لي كلشي بهاد الطريقه. هانتوما كتشوفوا كنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم وتكون الطريقه باينه، يعني الشرح يكون مفهوم. هانتوما كتشوفوا من بعد ما جمعتو كامل دابا البنات هنايا قسمتو على 3، يعني كتعملوا الحرابل ولا بغيتو كتار، يعني انا اكتفيت هنايا على 3. هو هذاك. هانتوما كتشوفوا كيفاش. سمحوا لي البنات الا كان كيتسمع عندكم الصداع ديال الزنقه، ما عندي ما نعمل الوليدات على برا. هانتوما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه كنشكل، يعني كنعملهم كاملين حرابل حتى كنساليهم ب3. كيجيو مقادين البنات بحال بحال. كنضغط عليهم شويه باش ملي غادي تنفخوا غادي يجبروا فين غادي تنفخوا. دابا غادي ندهنهم بواحد قهوه سريعه الذوبان مع واحد البيضه. واللي ما عندهاش البيض يمكن لا تستعمل الماء وقهوه سريعه الذوبان. هانتوما كتشوفوا بهذه الطريقه حتى كنساليها كامله. هاد الطريقه اللي استعملتوها البنات ما غاديش تشقق لكم نهائيا الفقاس ديالكم، وغادي يجيكم ساهل. ما كنخليش انا ليله كامله يعني برد ليله كامله عاد نقطعو، بالعكس انا كنخليه يولي شويه دافي كنبدا نقطع فيه وكندخلو الفران يتحمر، يعني ما كنخليهش مره ليله كامله.
هانتوما كتشوفوا البنات، يعني كتشكلوا هاد الخطوط على الذوق ديالكم كما بغيتو نتوما. هانتوما كتشوفوا حتى كنسالي الفقس ديالي كامل وكندخلو طبيعة الحال الفران بهاد الطريقه. غادي ندخلو باش يطيب. ها هو من بعد ما طاب البنات خليته غير زعما برد شويه وصافي، وبديت كنقطع فيه بهاد الطريقه. نتوما كتشوفوا يعني ما كيتفرتت لا والو. كتختاروا البنات شي موس يكون يعني ماضي. هانتوما كتشوفوا ملي غادي نسالي هذا كامل غادي نجيب لاطه في الفران وغادي ندخلو عاوتاني يتحمر. هانتوما كتشوفوا البنات. دابا غادي نبدا ندخلو الفران. ها هو من بعد موجد لي. كنتمنى ان شاء الله البنات ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك في القناه وتبارطاجيو مع الاحباب والعائله لكي تعم الفائده. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم. والسلام عليكم. فيديو اخر ان شاء الله.